وليد أزارو أحسن من وسام أبو علي. علل. أهلا بيك في الحلقة الثامنة في حالات نفسية. والحلقة النهاردة عن إهدار الفرص الكتير، وعنوان الحلقة بالضغط النفسي هأجلهولك شوية، استناني وأنت هتفهم. وعشان ما أطولش عليك تعالى نخش في الموضوع على طول. خليني أفهمك إن وليد أزارو كان من أحسن اللعيبة اللي عدت على الدوري المصري كله من خلال التحركات. كان لعيب يقدر يخلق 5 6 7 فرص في ظرف 3 4 دقايق. لعيب كان خيالي في موضوع التحركات. واحد هيقول لي ما عشان خاطر اللعيبه اللي حواليه بيصنعوا له، هقول لك يا راجل حرام عليك. ده كان نجم السكواد ساعتها وليد سليمان اللي هو خلاص في اواخر ايامه، ده غير الله يمسيه بالخير اسلام محارب اللي كان بينزل على الدكه غير النتيجه اللي حاليا للاسف ما بنسمعش عنه حاجه. طب وسام ابو علي وحش في التحركات؟ اقول لك لا، وسام ابو علي جيد جدا بالامتيازي في التحركات، ولكن الفرق بينهم هما الاثنين ان ده بيخلص وده ما بيخلص. الله عليك، احسنت يا ابني والله. وعايز اقول لك واراهن عليها ان وليد ازارو لو كان بيخلص الفرص اللي كانت بتجيله كان هيبقى من احسن المهاجمين في تاريخ الاهلي، بل كان ممكن يستمر ليومنا هذا مع النادي الاهلي، بل كان ممكن ينافس عماد متعب وبل يتفوق عليه كمان. خصوصا انت حاليا عندك السكواد بالنسبه للدوري المصري هو سكواد خيالي، وافريقيا نفس الامر. طب ليه وليد ازارو كان بيضيع الحاجات دي كلها؟ اولا الضغط العصبي والخوف من الفشل. وليد ازارو كنت بحس كتير قوي ان هو بيضيع وخايف ومتوتر قدام الجول، ما عندوش ثقة في نفسه، كانت دي مشكلة كبيرة جدا. على عكس وسام كان عنده ثقة في نفسه وبيعرف الكرة رايحة فين وما بيخافش. بقى عن اهم واجدع واحسن نقطة، وهو الاندفاع والاستعجال. افتقدنا في الدوري المصري فكرة المهاجم اللي بيخلص من مرة واحدة، المهاجم اللي الكرة تيجي على الطاير ويروح حاططها. كان عندنا فكره في الدوري المصري اللي هو المهاجم يتغدى ويتعشى ويشرب شاي ويحل كمان ولسه يحط الكوره، يكون الحارس خد وضعيته واستعد والدنيا زي الفل. على عكس وسام ابو علي اللي ما كانش بيخلي الحارس ياكل عيش اصلا، كان لسه بيفكر هوب يروح حاططها له. وده نوع من المهاجمين في الدوري المصري اللي ما تعودناش عليه. كمان قله التركيز وحظه في الحسم كان برضه بيفتقدها وليد ازارو، الجهد البدني والتعب، وده كان نوعا ما. الحارس كان بيدافع ويقفل عليه الزاوية، ولكن المهاجم الذكي هو اللي يخلص الكورة ويحطها في الجول. من خارجية بقى زي أرضية الملعب، صوت الجمهور والحاجات دي كلها كانت ممكن تأثر حاجة بسيطة. عشان كده وسام أبو علي تفوق عليه. أقدر أقول لك كمان إن الحظ ليه دور كبير في خدمة وسام أبو علي عن وليد أزارو اللي ما كانش محظوظ بالمرة. حظ ايه يا عم، ده مهاجم شامل. اقول لك بس الحظ ليه برضو حته بسيطه كده، زي مثلا فاكر جون البنك الاهلي اللي الكوره عدت من بين قدمين حارس البنك؟ اقول لك لو الحارس كان قفل رجله كانت الكوره